هذا سلمكم الله رجال يقول في بقالة جنب حارتنا، يعني هي بقالة حارتنا، ويقول راعي البقالة هذه يماني، واليماني يعرف حقين الحارة يعني، ويعرف أنه معه رقمي، يقول يعرفنا كلنا. يقول المهم يوم من الأيام بعد صلاة المغرب اتصل علي هذا اليماني راعي البقالة. قلت له هلا يا فلان وش تبي؟ قال لي يا أخي والله أنكم ما ربيتوا عيالكم، وأنه فيكم وفيكم وما تستحون. قلت إيش فيه؟ دقيقة يا فلان إيش فيه؟ قال لي يا أخي أخوك الصغير داخل البقالة مع أذان المغرب وسارق كل الفلوس اللي بالدرج، والله يا فلان لولا الجيرة إني لا أتصل على الشرطة وأبلغ عليهم، لأنه كل الكاميرات موجودة ورصد أخوك وهو يسرق. قلت أخوي أنا. قال لي وأخوك والكاميرات موجودة. قلت خلاص يا فلان شوي وأنا جايك. يقول سكرت السماعة ورحت للبيت على طول، ودخلت وأخذت أخوي مسكته منه وركبته معي بالسيارة. يقول طبعا أخوي هذا عمره 15 سنة، ثاني متوسط. يقول رحت للبقالة على طول ودخلت أنا وأخوي البقالة وماسكن أخوي بيدي. يقول ما دخلت البقالة مرت لم أخوي، قلت شو مزين يا حيوان، وش مزين يا كلب؟ قال أخوي وش السالفة وشو؟ قلت لا تستغبي علي، أقسم بالله لا أكثر بك بذا. وش أنت مزين؟ قال ما سويت شيء. قال اليماني ألا وش اللي ما سويت، أنت سارق وأنت أخذ الفلوس كلها اللي بالدرج. قال أخوي والله ما سرقت أنا. وش سرقت؟ أنا ما سرقت شيء. قلت يا فلان، يقول أقصد اليماني، قلت معاك الكاميرات؟ قال ايوه معاي ومسجلة كل شيء. قلت ورنا الكاميرات. مر يروح ويجيب الكاميرات ويشغل لنا المقطع. يقول إلا شوف بالمقطع أخوي لابس قميص ولابس شال، دخل البقالة قبل أذان المغرب بشوي وراح اندعس بالمستودع اللي فيها العصيرات من داخل. مر يذن المغرب، مر يطلعون الزباين ويطلع اليماني راعي البقالة ويقفل الباب. مر يطلع من المستودع يجي يروح للصندوق الكاشير ويفتح الدرج وياخذ الفلوس كلها ويحطها بالكيس ويرجع مرة ثانية للمستودع يندعس. يوم صار بعد صلاة المغرب فتح الباب اليماني، دخلوا الزباين. مر يجي أخوي يطلع من المستودع وبين الناس اللي موجودين ما حد انتبه له، طلع مع الباب وراح. قلت وشو هذا؟ قال أخوي والله مو بنا. قلت وشو ذا؟ أنا قاعد أشوفك الحين، وش اللي مو بنت؟ قال أنا أصلا كنت مع أمي بالسوق، ما كنت موجود بالبيت. قلت شلون مع أمي بالسوق؟ قال أصلا حنا كنا بالسوق ما جينا إلا بعد صلاة المغرب، والله مو بنا. يقوم أطلع جوالي على طول واتصل على أمي. يمه فلان كان معك بالسوق؟ قالت أمي إيه، طالعين من العصر ورجعنا لعقب المغرب كان معي. قلت يمه متأكدة كان معك فلان؟ قالت إيه ما تعدان، كنا بالسوق وجينا بعد المغرب البيت. قلت زين أكفل. قلت يا اليماني أمي تقول إنه أخوي بالسوق، يعني هذا يمكنه يشبه أخوي، يعني لو إنهم ما راحوا للسوق كان يمكن قلت لك أخوي، بس أمي تقول إنه معي بالسوق. قال يعني مين هذا مو تشوف إنه أخوك؟ قلت لا يشبه له، بس أخوي كان مع أمي. ولا راح تكذب أمي، يعني أمي ما تدري وش السالفة. لكن كم المسروق من عندك؟ قال كل اللي بالدرج 3000 ريال كلها مسروقة. قلت خلاص خلينا نشوف وش الوضع، حنا تبي تيسر إن شاء الله. قال يا فلان أنا ما أبغى أبلغ الشرطة. قلت يا ابن حلال تبي تيسر، شوف وش الوضع. قال أخذت أخوي ركبت السيارة ورجعنا. قلت له مو بنت اللي سارق؟ قال والله مو بنا، أنا كنت مع أمي. قلت يا ابن حلال قل لي أنا أعطيها الحين كلها وسدت ولا يبلغ الشرطة؟ قال والله العظيم مو بنا، أصلا كنت مع أمي. قلت زين. وأنا رايح للبيت معي أخوي أمر بجنب واحد بأسنان أخوي ثاني متوسط تقريبا، عليه نفس القميص اللي بالكاميرا ولابس نفس الشال ويشبه شوي أخوي. يقول نظرته كذا وأنا أمشي ورحت مراجي أقف عند البيت. قلت لأخوي ينزل بسرعة. مر ينزل أخوي يدخل البيت. يقول مرة أرجع أنا من نفس طريقي أبدور هذا اللي لابس نفس اللبس اللي كان بالكاميرا. يقول أدوره ما لقيته، وأبدأ أدوره بالأماكن اللي أنا مريت جنبه. يقول يوم مريت بجنب الحلاق أثروا جوا الحلاق. يقول مرة ألبق سيارتي وأنزل بسرعة وأدخل على الحلاق. يقول أثروا جالس على الكرسي بيحلق.